وبيبدأ فيلمنا بجنوب الهند، ومجموعة كهنة متحيزين للسحر الأسود بيحضروا الأرواح المستعصي أمرها وبيحبسوها داخل جرات مقدسة، وبدون ما يقصدوا حضروا روح قوية جدا ما قدروش يسيطروا عليها وسابوا لها المكان وهربوا. والروح بعدها مشيت في اتجاه هي عارفاه كويس جدا، وشخص روحاني من الصم والبكم شافها وفضل ماشي وراها لحد ما دخلت لقصر كبير، وما قدرش يدخل وراها لأن الباب مقفول. وبعدها بساعات وصل مالك القصر هو وقرايبه من السفر، والراجل الروحاني وقفهم وحاول انه يحذرهم من اللي شافه، بس هم ما قدروش يفهموه وسابوه ومشيوا. ولما وصلوا البيت خرج الحارس أريتيا واخته إسواري، فتحوا لهم الباب ودخلوهم. وحابب هنا اوضح لكم ان ده الجزء التاني من الفيلم اللي نزلته قبل ده، لكن بقصة تانية مختلفة. المهم بصت إسواري لأخوها وافتكرت اليوم اللي منحها فيه تهرب مع حبيبها، وقالت له انت السبب، كان زماني دلوقتي عايشة مع جوزي ومرتاحة من خلقتك. وفي الليل ومالك القصر بيخلص بعض أعماله، أنوار المكان ما بقتش مستقرة، وخيال لبنت ظهر على الحيطة واختفى، وبدأ يحس بحركة خارج الغرفة، ورياح شديدة خلت الشبابيك مش ثابتة. ولما اتجه علشان يقفلها ظهر له شبح وقوة غير طبيعية بعدته عن المكان، وخرج بعدها بسرعة برا الغرفة بينادي على الخدم يلحقه، لكن ملحقش، والشبح وقعه من على مسافة كبيرة على دماغه، واتصاب فورا بنزيف داخلي في المخ. وابنه الكبير كالي خده المستشفى خاصة، وقال للخدم هو فين مورلي أخويا، رنوا عليه وعرفوا اللي حصل. وبناحية تانية في مدينة مومباي وصل لمورلي رسالة باللي حصل لوالده، وقال لخطيبته أنيتا احنا لازم نرجع القرية فورا. المهم وصل بعدها بساعات لقى كالي أخوه جاب والده يكمل علاجه في القصر، ودخلت هنا ممرضة اسمها زويا هتعيش معهم في البيت لحد ما يطمنوا على أبوهم، وطلبت منهم يخرجوا كلهم برا الغرفة لأن الزحمة دي غلط على المريض. وخرج الكل وصوبي ابن أخوه قال له عمي في حد واقف ورا الشباك. حد مين يا حبيبي؟ مفيش حاجة يلا امشي. فضل الولد مركز مع الممرضة، والخادم كومار قال لكالي أنا أعرف دكتور روحاني مشهور جدا ممكن يعالج أبوكم بسرعة. مفيش مشكلة هاته مستعد أدفع له بدل 1,500,000. وفي المدينة بياع طعام اسمه كريشنا عربية الأكل بتاعته اتدمرت بسبب حرامي، وصاحبه قال له مش متبقى من العربية غير صورة أبوك. مفيش غير صورته هي اللي فقراني، دايما جايبالي النحس، استنى وهترميها، في شخص عاوز أبوك لعلاج راجل غني جدا. أبويا مات وشبع موت يا ابني، عادي انت فيك شبه كبير جدا منه، هنركب لك دقن ونصبغ لك شعرك وهتبقى زيه بالظبط. إذا كان كده فأنا موافق. نرجع للقصر ومورلي قاعد مع والده، ولقى ابن أخوه فجأة في وشه بيقول له أنا قمت أدخل الحمام ولما رجعت لقيت حد غريب نايم على سريري، طيب تعالى معايا. بنفس اللحظة الممرضة زويا بدأت تعمل بعض الطقوس، ومورلي وصل غرفة صوبي لقى فعلا حد نايم على السرير، واتصدم لما لقى الولد، ومامته قالت له ده نايم بقاله ساعة عاوز حاجة منه. بص مورلي وراه ما لقاش أثر للولد اللي كان ماشي معاه، وجري على غرفة والده لقى طاير في الهواء، وبمجرد ما لمسه كل شيء رجع لطبيعته، والشبح في أعلى السقف بيراقبهم. ولما حس مورلي بيختفى، وتاني يوم اتنكر كريشنا في شكل والده وراح للقصر، والسواق سأله انت مين؟ أنا الدكتور ندام والهند كلها عارفاني، انت ازاي مش عارفني؟ فضل أديتيا باصص لي باستغراب، وجري على أخته إسواري قال لها حبيبك ندام موجود هنا في القصر، أنا بعدتكوا عن بعض زمان لكن دلوقتي هصلح غلطتي وأرجعكوا. جريت فورا وقفت قدامه وقالت له كبرت يا ندام وحلويت، هي الولاية دي بتكلم مين؟ بكلمك انت حبيبي، أخويا ربنا ياخده بعدنا عن بعض، والقدر والنصيب جمعنا بعد سنين طويلة من تاني. كريشنا شكلي دي الست اللي أبوك كان عاوز يتجوزها زمان. ندام أنا ندمان إني بعدتكم عن بعض، اتجوز أختي وخلفوا لي طفل يقول لي بحبك يا خالو، حبك برص و10 خرص، أنا صوم وأفطر في الآخر على أختك العجوزة دي. ظهرت هنا الممرضة زويا وشكله اتحول وقال الواتكة دي لازم تكون أم لأطفالي، شكرا يا جدو على المساعدة. جدو مين؟ أنا لسه شاب صغنون. وخارج القصر ومورلي وخطيبته بيلعبوا بالمية، السواق فضل مركز على جسمها وبدأ يتغزل بيها، يقوم مورلي يسكت ما يصحش، مسكوا كلوا علقة من النار، وتوعدوا السواق بعدها انه مش هيسكت على اللي حصل له، هياخد حقه. والمعلم كريشنا دخل ورا الممرضة قال لها العلاج ده مش هيجيب نتيجة، اتفرج على العلاج انا بقى. حط للراجل شوية زيت سوداني على كم معلقة بهارات هندية مشكلة، وبدأ يعجن فيه كأنه بيعجن في فطيرة. وإسواري استغلت ظهر الراجل المزيت وكتبت له عليه بالبودرة بحبك، وخرجت تجري وهي مكسوفة المراهقة.
المهم عدى الوقت وبنص الليل وأنيتا بتقرأ قصة. ظهرت قدامها بنت بتتحرك في الجانب الآخر، ما عرفتش تحدد هي مين، ولما مشيت وراها ما لقيتش أي أثر ليها، وقالت لنفسها يمكن حد كان في الحمام ودخل لغرفته ينام. وبعدها بشوية ظهرت لها نفس البنت في المراية، ولما بصيت وراها اختفت. وجريت على مورلي قالت له أنا بشوف حاجات غريبة، خليك معايا علشان خايفة. بنفس اللحظة دخل السواق للقصر عشان ينتقم من مورلي ويقتله، والممرضة بمجرد ما شافته قفلت شباك غرفتها، وأصوات عياط بدأ السواق بس اللي يسمعها، وشاف بنت قاعدة ما بتتحركش. أول ما لمسها كهربا مسكت في جسمه واتحرف بعيد عنها، وهي بدأت تعذب فيه وتكسر له كل أضلاع جسمه. وصحي مورلي في الوقت ده على صوته، خرج يدور في الجنينة على مصدر الصوت، والممرضة في الوقت ده كانت ورا بئر المية. وأول ما شافته هربت على غرفتها، ولقى مورلي السواق بياخد أنفاسه الأخيرة وبيقول له القصر ده ملعون، اهربوا منه قبل فوات الأوان. وتاني يوم اشتبهت الشرطة في مورلي وقبضت عليه لأنه كان متخانق مع السواق قبلها. وكريشنا ابن اللذينة سايب كل المصايب اللي بتحصل في البيت وضحك على الممرضة وقال لها على فكرة أنا بعرف أقرأ كف الإيد، ممكن تعرف لي مواصفات فتى أحلامي؟ أنا فتى أحلامك؟ نعم، أقصد فتى أحلامك هيكون خليط ما بين سلمان خان وشهروخ خان. وهشوفه إمتى؟ ما أنا قدامك أهو. نعم، أقصد خلال 5 ساعات لفي 5 مرات في الجنينة جنب زهرة الريحان وإنت مغمضة عيونك، وأول ما هتفتحي هتلاقيه في وشك. بشكرك جدا، أنا هعمل اللي قلت عليه. غير بعدها شكله وافتكر إن محدش هيعرفه، وأول واحدة عرفته إسواري وقالت له مش مصدقة نفسي، أنت لما صبغت شعرك رجع شبابك، مش هتطلب لي حاجة أشربها بقى؟ أشربك السم الهاري، جاتك البلا في شكلك. المهم عدت 5 ساعات وزويا نفذت اللي قال عليه بالظبط، وراح وقف جنبها قبل ما تفتح عيونها، وإسواري قفشته وقالت له تعالى ناخد صورة سيلفي. خرب بيتك سيلفي ايه دلوقتي؟ وصل في الوقت ده شاب، وأول ما فتحت زويا قالت ندم طلع كلامه صحيح، هو ده فتى أحلامي اللي بتمناه. هاي أنا زويا، البت ضاعت مني. ده مين يا عم انت؟ ده أرجون أخو الأستاذة أنيتا خطيبة مورلي. عرفت أنا مين؟ قول لي بقى أنت مين؟ أنا اللي ضاع من حبه سنين. ما تقولش كده يا بيبي، أنا لسه موجود. ده وبكل فخر حبيبي ندام اللي بيعالج سيدي ملك القصر. هو أنت؟ مورلي حكى لي عنك يا جدو، وحلوة الصبغة على فكرة، رجعتك شباب من تاني. جدو يا عالم، يا هنا شاب صغير، بعيد عني بقى بوما. قابلت بعدها أنيتا أخوها وحكت له على البنت اللي شافتها في القصر من يومين، ولما شاف ملك القصر افتكر مورلي اللي راح زاره في مركز الشرطة وهو بيقول له في شيء غريب في البيت، أنا شفت أبويا طاير في الجو، ولما قربت منه حسيت بحد بيراقبني لكن ما قدرتش أشوفه. والسواق قبل ما يموت قال لي لازم تسيبوا القصر لأنه ملعون بالسحر الأسود. بعد ما افتكر أرجون خرج للمكان اللي مات فيه السواق، ولقى جنب بئر المياه ورود وعلامات لإيد شخص متطبعة على البئر. المهم نروح للبومة وأخوها أديتيا اللي بيجرها على رذيلة وقال لها عاوزك تدخلي غرفة ندام، وأول ما يقرب منك تصرخي جامد، وأنا هنادي على كل أهل البيت ونقول إنه اغتصبك ولازم يصلح غلطته ويتجوزك. إيه رأيك في الفكرة دي؟ بدون ما تتردد دخلت عملت اللي قال عليه بالظبط، ولما جه ينادي على أهل البيت صوته ما طلعش، وقال لنفسه يمكن محتاج يتسلك. فين المية؟ فضل يدور على كوباية المية علشان يشرب، وإيدين خرجت من الزير اديتها له، ولما شاف الشبح اتمسمر مكانه، وإسواري خرجت قالت له الله يخرب بيتك الوضع مني، ما نادتش أهل البيت ليه؟ المهم عدى الوقت والكل نام، والولد صبي فتح عينه لقى عروسة بتتحرك جنب غرفته، قام وفضل ماشي وراها لحد بئر المية، وحاول يجدف بإيده علشان تقرب منه ياخدها، وظهرت إيدين من وراه بدأت تقرب منه لحد ما سحبته لداخل البئر. وبنفس الوقت الروحاني الأبكم ظهر لأرجون وشاور له على المكان اللي الولد بيغرق فيه، بس أرجون ما فهمش منه أي حاجة، وبالصدفة هو جنب البئر شاف الولد بيستنجد بحد يطلعه، وبعد ما انقذه سأله انت ازاي وصلت البئر المية؟ في عروسة لعبة جات لي لحد غرفتي لوحدها وفضلت ماشي وراها ولقيتها جوه البئر، ولما حاولت اجيبها سحبتني. مين اللي سحبك؟ البنت اللي عايشة معانا في القصر، هي وراك على فكرة. بص ورا ملقاش حد وشكينا في الممرضة وبدأ يراقبها، ولما شافها بترمي حاجات غريبة جنب البئر وقفها وقال لها
علامات الإيد اللي على البئر نفس مقاسات إيدك. قتلت للسواق وعاوزة إيه من أهل البيت؟ أنت فاهم غلط، أنا منحوسة، وفي كاهن قال لي لو عملت بعض الطقوس خلال 19 يوم عقدتك هتتفك وهتتجوزي. فاستغليت الوقت اللي أنا شغالة فيه هنا كممرضة وبعمل الطقوس اللي الكاهن قال لي عليها. أنا ماليش علاقة باللي بيحصل هنا، بس في يوم وأنا بعمل الطقوس سمعت صوت دراجة، ولما شفت السواق دخل البيت خرجت أراقبه ورجعت تاني قبل ما مورلي يشوفني. انت بتقولي سمعت صوت دراجة، ومعنى كده ان في شخص وصل السواق للقصر. سأل بعد على الحرس مين اقرب شخص السواق كان بيروح لي دايما، وعرف انه شخص نجار اسمه رام. راح له وسأله انت كنت مع السواق يوم ما دخل القصر؟ عاوزك تصارحني وما تخافش. كنت معاه ايوه، السواق طلب مني اوصله للقصر لان ايده كانت مكسورة ومش هيعرف يسوق، بس والله ما كنتش اعرف انه داخل ونيته يقتل مورلي. ولما اتأخر عليا بصيت من على السور علشان اشوف هو فين، ولقيته طاير في الجو ودخان اسود على شكل بني ادم قرب منه وقتله. ووقتها هربت وما قربتش من القصر تاني. وفي شيء مهم عاوز احكي لك عنه. استمع ارجون لكل كلمة قالها وهو مصدوم، وبعدها طلع مورلي بكفالة مؤقتة لحد ما يثبت براءته. وجمعه هو وزويا ركبوا كاميرات في كل انحاء القصر، وقال لهم الكاميرات دي بتصور بإشعاع معين بيقدر يبين في أي حركة غير طبيعية. وأثناء اختبار الكاميرات شاف وراهم الشبح، وبنفس اللحظة انقطعت الكهرباء وسمع الروحاني الأبكم بيصرخ بره البيت، وقال لهم الراجل ده كل ما بيصرخ بيحصل حاجة. وبالفعل كالي أخو مورلي خرج في الوقت ده يدور على ابنه، وشاف الشبح على هيئته الحقيقية وما بقاش قادر يصدق اللي شايفه، لحد ما شالت لف على رقبته واتسحب وما بانش ليه أثر في القصر من بعدها. وبعد ما النور رجع شغل أرجون تسجيلات الكاميرات اللي بتشتغل من غير كهرباء، وشافوا شيء بيسحب كالي. ولما عمل زوم على الصورة ظهرت بنت بتبص للكاميرا، ومورلي اتصدم وقال لهم مش معقولة، دي مايا. انت تعرفها؟ ايوه دي اختي. نرجع هنا بالزمن كام سنة لورا، ومورلي بيحتفل مع اخته مايا بافتتاح شركة كبيرة من شركات ابوه. وبعدها جه شاب بيشتغل في الشركة. مايا اعجبت بيه، ومع مرور الايام حبته وهربت معاه لانها عارفة كويس ان باباها عمره ما كان هيوافق عليه. ودورنا عليها وقتها في كل مكان لكن ما قدرناش نوصل لها. وبعد 3 سنين وانا بخلص شغل في المدينة شفتها مع زوجها حامل في شهورها الاخيرة، وما سبتهاش غير لما عرفت عنوانها. واول ما عرفت اني موجود خافت وقالت لي اوعى تكون عرفت ابوك، ده ممكن يقتلني. ابوكي هنا معايا ومستحيل يأذيكي، لو كنت عرفتيني انك بتحبيه ما كنتش هعترض وهعمل لك احلى فرح. اعتذرت له هي وزوجها عن خطأهم، واصر بعدها انهم يرجعوا يعيشوا معهم في القصر. ومايا قالت لهم انا موافقة، ارجعوا انتوا للقرية وخلال يومين هكون عندكم. وعدى اليومين وجهز ابوها استقبال كبير جدا ليهم، وفضلوا واقفين ساعات منتظرين، لكن مايا ما وصلتش في القطر اللي مفروض توصل فيه. ولما اتصلت عليها لقيت كل ارقامهم مغلقة، والظاهر انها كانت خافت من ابويا وهربت للمرة التانية. ودلوقتي اختي ميتة وشبحها ساكن البيت. انا مش قادر افهم ايه اللي حصل لها. اختك ما هربتش وكانت في القطر فعلا، بس في شخص طلب منهم ينزلوا في المحطة اللي قبل قريتكم. تقصد ايه؟ صديقي السواق اللي مات حكالي على شيء عمرك ما هتتوقعه. بدأ أرجون يحكي له نرجع هنا بالزمن، ومايا بالفعل كانت في القطر، وأخوها كالي قابلها في محطة تانية وطلب منهم ينزلوا يكملوا رحلتهم بالعربية. وفي الطريق وقف العربية نزل زوجها، ولما سألته ليه عمل كده قال لها ده كلب وبعرفه قيمته. تقصد ايه؟ أقصد إنك جبت لينا العار ولازم تتعاقبوا. ظهر السواق في اللحظة دي طعن زوجها، وبرغم إصابته ما سمحش ليهم يقربوا من مايا. وظهر أبوها هنا وجريت اترجت ويسيبوا جوزها. واتفاجئت بأبوها بيقول لها انت جبت لينا العار وعمري ما نسيت الانتقام منك. ارحمني علشان الطفل اللي في بطني ده حفيدك، وانا مش هقبل بيه يكون حفيدي. اشرب السم ده، انا مش هقدر اقتلك بايدي. سامحني يا بابا، قلتلك اشربي السم. خلاص هشربه، بس اوعدني تسيب جوزي يعيش. اوعدك هسيبه. بعد ما شربت السم قتل كالي جوزها من غير رحمة، وأبوها قال لها أنا وعدتك هسيبه، بس هسيبه وهو ميت. انت خدعتني ومش هرحمك انت وكل عيلتك. كمل أبوها عليها وخنقها علشان روحها تطلع بسرعة، وبعدها دفنوها بنفس المكان. مورلي
السواق حكى قصة أختك لصديقه وهو سكران ومش في وعيه، وروح أختك قتلت السواق للانتقام منه، ودلوقتي خطفت أخوك كالي ومش عارفين هتعمل فيه إيه. هي مش هتسيب شخص في عيلتكوا عايش، وشايفاك أنت السبب الكبير في اللي حصل لها، بس أنا عمري ما فكرت أذيها. أنت اللي عرفت عنوانها لأبوك وفاكرة إنك شريكهم. طيب والعمل؟ أنا أعرف كاهن هيساعدنا. خدتهم زوال الكاهن وقال لهم أختك اتقتلت مظلومة، وكمان كانت حامل، وروحها مش هتهدى غير لما تنتقم منكم كلكم. بس عاوز أعرفكم حاجة، الروح ما تقدرش تعمل ده كله لوحدها، هي أكيد ساكنة جسم شخص في القصر، والحجر ده هيعرفكم مين هو. تاني يوم اتجهت أنيتا للبئر ونظرتها على جثة كالي العايمة على وش المية، وبنفس اللحظة فاق مالك القصر من غيبوبته، ولما حست بيه اتجهت فورا للغرفة وتهيأت له بشكل مية وقالت له انت هتندم على قتلنا. سامحيني يا بنت، انا غلطان، ما بقاش ينفع السماح، انت شربتني السم وهتدوق نفس السم. قتلته مايا بنفس الطريقة اللي ماتت بيها، وعرف أرجون من خلال الحجر إن مايا ساكنة جسم أخته، وقال لهم إحنا دلوقتي هننفذ الخطة اللي الكاهن قال لنا عليها. عاوزكم تاخدوا أنيتا لمكان بعيد عن القصر وتشتتوا انتباهها لحد ما ندور على المكان اللي جثة مايا مدفونة فيه، وما تنساش يا مورلي تاخد قطرات دم من أنيتا وتوديها للكاهن. جمع بعدها مورلي كل العيلة بحجة إنهم رايحين رحلة ترفيهية، وفي الطريق خلى أنيتا تقطع له فواكه وضرب فرامل مرة واحدة علشان ايدها تتجرح من السلاح، وبالفعل خطته نجحت، وخد قطعة قماش بحجة إنه بينظف ليها الجرح، وسابهم بعدها في فندق استراحة، ومن غير ما حد يحس خد ابنه واتجه للكاهن علشان يديله قطعة القماش اللي فيها دم أنيتا. وفي الوقت ده وصل أرجون ومجموعة الكهنة للقبر المدفونة في مايا وكشفوا عن جثتها، ومورلي بمجرد ما وصل لمكان الكاهن كانت أنيتا سبقته، وروح مايا اتكلمت على لسانها وقالت له خطتكوا فشلت وهقتلكوا زي ما أبوك قتل عيلتي. قبل ما توصل لهم الكاهن قرأ بعض الطقوس وسحبها لحد مكان معين، ولما مورلي سلمه قطعة القماش قال له بمجرد ما تتم الطقوس على الدم اللي في قطعة القماش روح مايا هتدخل جسم أرجون اللي واقف جنب قبرها، ومهمة أرجون دلوقتي إنه يحاول يسيطر عليها ويضرب جثتها بالرمح الثلاثي. بعد ما سيطرت روحها على أرجون قدر بمساعدة الكهنة اللي معاه يضرب جثتها بالرمح، واتفاجئوا بعدها إن اللي عمله ما جابش أي نتيجة، والروح رجعت أقوى من الأول، وطلب الكاهن من مورلي يهرب من القرية ويسيبها قبل ما أرجون يوصل لهم ويقتلهم. وفي الطريق لقوا في وشهم ونظرات انتقام مايا عاوزة تقتل الولد الصغير قبل مورلي زي ما أبوها قتل طفلها قبل ما يشوف الدنيا. قدر مورلي يهرب منه ودخل لأقرب معبد، ومن خلال الطقوس الدينية اللي بتتم في المعبد صنم الشيخ عجة ما سمحتش للروح تأذيهم وخلصت عليها بصعقة بعتتها للجحيم الأبدي. ورجع أرجون لطبيعته من تاني وإسوار المراهقة حالفة ما تسيب كريشنا. وبكده نقدر نقول وصلنا لنهاية الفيلم. انتظروا الجزء الثالث بقصة تانية مختلفة، وما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل جرس الإشعارات علشان توصل لكم كل أفلامنا. وبس كده، السلام عليكم.